ولا يا ولا اسكندراني يا ولا مدلع يا ولا يا ولا طب ولا يا ولا اسكندراني يا ولا. اهلا بيكم في ألذ اوضه وألذ فندق في اسكندريه. يلا بينا. صبنا يا اسطى على الكورنيش حبيبي نورت اسكندريه. ايوه واحده واحده ان شاء الله تعيش مشي الحلوين تنجح اسكندريه اجمل مدينه في العالم. اني انا كاسكندراني لو اطلع من اسكندريه عامل شبه اللي طلع من السمك اللي طلع من البحر كده بالظبط. يا بتاع التفاح اول ما تشوف الترام ده والتاكسي الاصفر ده انتوا بقى انت فين يا حبيبي؟ بورسعيد لذيذ. وانت في اسكندريه. من عاداتنا كده واحنا داخلين على اسكندريه اول حاجه بنشوفها الكورنيش، واول ما نشوف البحر هم مغنيين غنى محمد اسكندريه يا اجدع ناس. عالبحر ماشية تتمخطر من سيدي بشر لابو العباس. ايوه يا عالم. المهم ان احنا كان عندنا مشوار في اسكندريه جايين نجيب حاجه كده، فقلنا بدل ما نيجي صد رد نقعد يومين، بقالنا كتير ما سافرناش فنروق. ما شفتكش والله ساعة دبي. ساعة دبي. فمن سنه كده تقريبا شفت بوست على فندق من الفنادق اللي موجوده في اسكندريه هنا، وفندق صغير ولكن معمول بطريقه لذيذه جدا وطريقه مختلفه اول مره اشوفها في مصر. عشان كده قلنا بقى نروح عندهم نتفرج على المكان، وفي نفس الوقت ناخد جوله في اسكندريه، نفسح محاميحو، ناكل سمك، نقابل زيزو، ونفرجكم معانا على اسكندريه. تعالوا كده ننطلق يا محمد. يلا بينا. وصلنا واكتشفنا ان في جراج في الفندق، ودي حاجه كويسه لان طبعا. على الكورنيش بيبقى مفيش اصلا اماكن، الدنيا زحمه ومفيش ركن. شفت المعلومه بقول لك بقى المكان اللي احنا فيه ده كان مكان مسرح اسماعيل ياسين، كامب شيزار. دي المنطقه اللي احنا فيها، كورنيش الناحيه الثانيه تحت العماره بنك الامارات. فالفندق هو واخد دور في العماره وعاملينها بقى بشكل مختلف. انت تحت العماره كده بص تحس ان هي عماره عاديه، ولكن لما نطلع فوق بقى تعالى نشوف الشكل عامل ازاي. نورت اسكندريه بس. ايوه. ايه انطباعك الاول يا محميحو عن المكان؟ والله مدخل حلو وبرح وشرح ويفتح النفس. نطلع الدور الاول. هنا في 12 غرفة، كل غرفة معمولة بستايل معين. فالأوضة اللي احنا فيها دلوقتي دي بستايل الأندلس. تحس إن أنت قاعد ستايل أندلسي. أندلسي ولا مش أندلسي؟ عبارة عن ايه ستايل الاندلس يعني إسلامي بس في وقت الأندلس بتاع أسبانيا ده، اللي هو تلاقي كده في أنت راجل معماري بقى. في اليوم اللي شرحوا فيه التصميم الاندلسي كان شكله عامل ازاي، انا ما جيتش رحتش الجامعه ساعتها. دي كده الستايل الاندلسي، ده يعتبر اصغر اوضه موجوده، فهي ممكن تنفع فرد او فردين. لكن احنا بقى دلوقتي هنروح نتفرج على الاوضه بتاعتنا. حتى الحمام اندلسي. اندلسي حتى وانت بتستحمى تحس بالاندلسيه كده. دي بقى احسن اوضه بالنسبه لي، دي اسمها اثينا، فهي معموله على النظام اليوناني. كل حاجه كده الابيض والازرق، وبعد كده تيجي هنا تلاقي شباك بانورامي، منظر بص رهيب. فالديكور والمنظر الصراحه يخليك مش عايز تنزل من الاوضه. بصراحه ديكور المكان وديكور كل اوضه مريح كده للاعصاب، واثينا دي رهيبه. والفيو طبعا هنا ما اقولكش. عندنا مرجحه اللي عايز يتمرجح على البحر، وترابيزه وكراسي كده تفطر الصبح وانت قاعد على البحر برضو، وسرير كبير ياخد فردين وسريرين صغيرين. اسكندريه، بنبقى قاعدين في اسكندريه، قاعدين في الاوضه اللي اسمها اسكندريه، واسكندريه عن البحر لازم تاخد كده الفيو كله. بقول لك المرجحه دي تستحمل. ما انا خاسس برضه من بره كده زي ما شفنا، يبان عماره عاديه لان هي عماره عاديه، ولكنهم واخدين الدور الاولاني الفيو كله على البحر. في كام اوضه ورا بس اغلب الاوض كلها على البحر. في 12 اوضه، كل اوضه بثيم بتاع مدينه معينه، بالديزاين بتاع المدينه دي. ممكن بكره كمان هنشوف حاجه تانية وتيجي هنا تقعد بقى في اسكندريه. الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي بتاخد 3 افراد
قدامك البحر. انت قعدت جنب الشباك كده، احنا مش هننزل. يلا يا عم هذه الفيو جميل. لا يلا ننزل. محسن هصورك. طبعا ده يعني شاب غير ملتزم وعدى وساب النفق. انا بقى اروح من النفق، في نفق والدنيا لذيذه وتعدي الشارع بدون اي مشاكل. هنروح نعاقب محاميح الناحيه الثانيه. ايه اسكندريه على طول لازم طبعا. عامل ايه يا صاحبي؟ ايه اخبارك؟ اول ما عرفت ان هو في اسكندريه قلت لازم اجي على طول. محمد سعيد، اهلا اهلا اهلا. نورت اسكندريه يا كبير. التور جايد عامل ايه؟ بتاع اسكندريه. نورتنا يا باشا. حبيبي. يلا بينا. يلا يا باشا، رايحين فين؟ رايحين سفريو. ما ينفعش تيجي اسكندريه وما تديهاش اكله سمك معتبر. عشان كده محسن النهارده قرر ان هو يبعزق فلوسه كلها. اسكندريه حلو ولا ايه رايك يا عزيز؟ اسكندريه اجمل مدينه في العالم. العالم. عيب. ما زهقتش منها يعني؟ يعني انا كاسكندراني لو اطلع من اسكندريه عامل شبه اللي طلع من السمك اللي طلع من البحر كده بالظبط. الله الله الوطنيه. حطه على الشوايه طازه ده. لا حط اهو، حط على السريان. يا حلو يصبح يا حلو يطل. في فيديو اسكندريه قلت كورنيش، فكل اسكندريه داخله قالوا لي احنا ما بنقولش كلمه كورنيش دي اصلا. البحر. بيقولوا ايه؟ البحر. الناس قاعده على البحر. يا حلو يصبح نهارنا فل. ولا يا ولا اسكندران يا ولا بتدلع يا ولا يا طيب احنا دلوقتي اتجهنا عند القلعه وقدامنا الميه والمراكب علشان ناكل اكله سمك عند زفير. الريكومنديشن بتاع زيزو. الله ينور. هو قال لنا زفريون، بس هو زفريون ده في ابو قير. المرحله الاولى الشوربه. الجندوفلي المشوي. بص يا محسن بقى، القنبله دي مالكش دعوه بيها. باصص لك فيها. دي الفاهيتا المفضله ليا، انا ما بعرفش اجي هنا من غير ما اطلب منها. واخر حاجه معانا السمك والجمبري. يعني ده اللوكيشن بقى. بص الناحيه الثانيه قاعد بص على القلعه والبحر، وهنا بقى الهواء بحري، وهنا بص على محاميها وتاكل بطيخ. اذا اسمكتم فبطيخوا، معروف. الشيخ وفيق طبعا زحمه جدا، يعني هو انا ما عجبنيش المره اللي فاتت، بس زيدان كان عايز ياكل، فاحنا بقى هناخدكم عند بندقه. نطلع على الشاطبي جنب الاوتيل. بندقه دي مرات بندق. احنا دلوقتي بعد مكتبه اسكندريه في منطقه الشاطبي، ونفس المنطقه اللي فيها الاوتيل. نبدا برز بلبن وننام ونصحى بقى بكره عشان نفرجكم على باقي الاوتيل واعرفكم الدنيا هناك ماشيه عامله ازاي، ونكمل اليوم بكره في اسكندريه. رز بلبن، مكسرات، ايس كريم، قشطه، عسل. معايا رز بلبن. ايس كريم اوريو. حلو. حاسب عشان هتقع اقسم بالله. ايه ادوق انا الاول يعني، انا لسه ما دقتوش. لا ادوق انا بص، انا اخد الاول. ايس كريم ما بتطلعش عشان ده مش ايس كريم، ده جيلاتو. الزبان جامد والعسل جامد والقشطه كده، الواحد ينام وضميره مستريح. طبعا الفطار ده ما بيبقاش يعني ايه انكلودد في الغرفه، ولكن عشان الناس اللي بتسال الصوت، فالشباك بيعزل جزء كبير جدا من الصوت. احنا طبعا على البحر على طول. افتح كده يا محمد وسمعنا صوت الشارع. الله. فبالنسبه لنا احنا نايمين ما كانش فيه مشكله. احنا هنفطر وبعدين نطلع على اوضه ثانيه عشان نغير اوضتنا، نروح اوضه ثانيه واحكي لكم بقى ايه عن كل التفاصيل. الاوتيل هنا عشان الناس برضه تبقى فاهمه، الاوتيل اسمه بوتيك اوتيل، يعني اوتيل صغير. فزي ما شفنا كده هو موجود في عماره عاديه ولكن على البحر على طول، فان انت تبقى قاعد على البحر على طول طبعا دي ميزه كبيره جدا. كل اوضه ليها ديزاين بلد او مدينه معينه زي ما شفنا كده، فبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يكون في اوض كتير على البحر. والاسعار يعني انا ما بحبش اتكلم عن اسعار اوتيلات لان السعر بيختلف حسب الموسم، ولكن حاليا الاسعار بتتراوح من بدايه من 700 لغايه 1000 تقريبا، وبيبقى في حاجات ايه 1500 ده لو 3 افراد، في غرف تبقى ب 1300 لو فردين و1500 لو 3 افراد. فهي على حسب عدد الافراد وعلى حسب انهي اوضه وعلى حسب الموسم. فهسيب لكم تحت لينك انستجرام بتاعهم لو انتوا عايزين تسالوا على المكان في الوقت اللي انتوا بتتفرجوا فيه على الفيديو ده، ممكن تبعتوا لهم على انستجرام وتسالوا تعرفوا التفاصيل الثانيه. يعني العيب الوحيد اللي كان موجود بالنسبه لنا ان الشبكه ضعيفه سنه، فلازم ايه تبقى واقف جنب الشباك، بس انت في الاخر هي اوضه. بس دي كانت الاوضه اللي احنا فيها، احنا ممكن نشوف هنا بقى عامله ازاي. شوف بس يعني في الاخر يعني انت كده كده هي كلها عباره عن اوضه، فهي جنب الشباك في شبكه عادي. في كمان برضو حاجه عشان ناس كتير كانت تبعت لي تسالني على تيك توك وانستجرام هل في حمام سباحه او في شاطئ خاص. هو طبعا مفيش شاطئ خاص ولا حمام سباحه، لان هو ده بوتيك اوتيل. ده من الاخر يعني غرف معموله بشياكه ونظيفه وموجوده على البحر وجنب مكتبه الاسكندريه. احنا هنا في الشاطبي بعد مكتبه الاسكندريه على طول ب 10 دقائق تقريبا او 5 دقائق. فلوكيشن مميز، مكان نظيف. لو حد اصلا مش هيخرج عايز يقعد في مكان على البحر وجنب الشباك وقاعد في حته حلوه، فهو ده المكان المناسب. المهم يعني ان احنا بقينا في اسكندريه مش هنفضل قاعدين في الاوضه، فخلونا ننزل ونديها. يعني البان سويسرا
الشارع اللي ورا الاوتيل على طول. بتاع الاكل عامل ايه؟ عامل ايه يا عم؟ اخبارك ايه؟ فالناس هنا بتطلب الاكل وتيجي تقعد على القهوه، لان البان سويسرا لغايه دلوقتي هم قافلين المكان بتاعهم، فتيك اواي بس. احنا طلبنا حاجتنا وقاعدين البحر على شمالنا واكننا فاتحين الشباك والهواء بحري وزي الفل. طلعت ايه ده؟ تصدق كنت واخد بالي. طبعا عشان احنا في قناه بتوع الاكل صورنا هنا فيديو في البان سويسرا، فيعني احنا بيتواجب معانا دايما. عيش فينو ترش وزيتون، وهو طبعا ايه منه البان سويسرا فهو مميز بالجبن السايح. تاخد العيش الفينو خش وتاكل. ده طبق جديد عندهم، كبده، لان طبعا احنا في اسكندريه فكبده اسكندراني بالجبن. كامب شيزار ده اسمه كامب شيزار، ده كان كامب بتاع الانجليز، مع ان الرومان على اليمين. وعلى يمنا رومان. مقبرة من عهد البطالسة ما بين القرن الرابع والثالث قبل المسيح، يعني قبل الميلاد. وده يبين لك قد ايه اسكندريه مدينه قديمه، يعني الاسكندر اصلا من قبل الميلاد، فالاسكندريه من اقدم مدن العالم، هي لسه موجوده بنفس الاسم وفيها حاجات من تاريخ زي ما احنا شفنا كده قبل الميلاد. اسكندريه مرت بعصور كتير جدا وثقافات كتير جدا وحضارات كتير جدا، ده اللي بيخليها مميزه عن مدن تانية كتير موجوده في مصر. محسن اتغير ونزل يعدي من نفق هو عادي، ما عداش الشارع فوق واحنا بنعدي كل المره اللي فاتت ما عرفتش اعدي واتزنقت في النص، مش ولا عارف ارجع ولا اروح. بس بقى يعني الناس تعدي من نفق، ما دام في نفق نعدي من كافيه اسكندريه ورانا، وقدامها على طول في كافيه اسمه سلسله، هو ده المكان المميز احنا بنحب نيجي، ولكن اكتشفنا ان هم ليهم مكان على البحر. دخول شاطئ سلسله الفرد 15 جنيه. اسكندراني يا ولا اتدلع يا ولا يا 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 ولا طب ولا يا ولا اسكندراني يا ولا اتدلع يا ولا يا 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 ولا سبنا يا. انا طول عمري اشوفه بطيء بس هو سريع. عيب يا اسطى، احنا صغيرين ولا ايه؟ ايه ده هيطير ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه يا عم الحاج اللي بيحصل ده؟ ده احنا راكبين ملاهي مش الترام ده. انا فكرتي عن الترام اتغيرت تمام، طول عمري بشوفه ماشي بالراحه كده فاهم وهادي. اعتقد هو مستعجل يعني. مستعجل. وصلنا منطقه كليوباترا علشان مستر زيزو معزومين عنده، اقوى عزومه عند سياده اللواء. اقوى عزومه اللي شاف الفيديو اللي فات بقى والد محمد زيدان عزمنا بره، قال لنا بقى ان هو ايه هيورينا طبيخ منزلي. سيادة اللواء عايزين نحيي سيادة اللواء، بس ايه الظهور الثاني على التوالي في قنوات محمد زيدان. طيبين ومنورين. باميه باللحمه الضاني، ممبار، كتة بالمشروم. ده بقى ده المفاجأة، ده جلاش، ده جلاش بالبسطرمة بالجبنة. جلاش بالبسطرمة بالجبنة. حلو، قصة تانية. الحلو دي واحدة تانية. ده برام بقى، برام لحمة. البرام ده بقى انا ما اعرفش ايه البرام ده اصلا. البرام بيبقى رز وقشطة رز معمر يعني؟ ايوه رز معمر. بس دايت، كله دايت، كله دايت. كانت رحله سريعه وجميله ولذيذه، يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم وعجبكم المكان. على فكره ميرامار بس في ناس بعتت لي على انستجرام هو ملوش علاقه بالاوتيل المشهور بتاع روايه نجيب محفوظ، ولكن هو نفس الاسم، يعني نفس الاسم اللي كان موجود في الروايه، لان المكان اللي هو كان قاعد فيه ما كانش اسمه ميرامار على حد علمي، فيعني هو ملوش علاقه بالمكان. بس دي معلومه كنت عايز اقولها. ولو انت اول مره موجود في القناه، اشترك في القناه وشغل جرس التنبيهات ودوس لايك واكتب كومنت قول لي تحب نروح فين في الاماكن الجايه، ونحب نقول مع السلامه مع حبيبكم، متشكرين على سؤالك في هذه الرحله. ابوك والله. ونراكم في رحله اخرى قريبا. فنان حسن شهاب استخدمنا اللقطات بالمزيكا بتاعته في الفيديو، هسيب لكم بقى ايه اللينك صفحته تحت. وانا معاكم بقى طبعا يا باشا سعاده الباشا محمد بيه.